زيتونة اليوم. طول عمرنا بنسمع عن الست الزنانة، لكن يا اخويا عمرنا ما سمعنا عن الراجل هو اللي يكون زنان. ومش بس زنان، ده زنان ورغاي وما عندوش سنس وخفيف. نصيبة سودة، الأربعة خلصوا على بعض. صاحبتي عرفتني بناس أنا أول مرة أشوفهم، من ضمنهم راجل كبارة كده وشكله ديسنت مفروض وابن ناس، بس وبوزيشن وبتاع، بس هو مش بالحاجات دي للأسف. في الراجل في حاجات تانية مهمة، أساسيات. إن الراجل لما يكون زنان ورغاي ما يديكيش فرصه تتكلمي. ده اللي انا شفته بعيني بقى، مديكيش فرصه تتكلمي، ولما تيجي تتكلمي يتضايق وما يبقاش مركز معاكي اصلا، مش عايز، هو عايزك تخلصي عشان هو عايز ياخد المايك ويتكلم. فدي حاجه بتخنق اي شخص. والرغي بيبقى ليه اصول، ما يبقاش انا برغي في اي هري وما بفصلش خالص في اي هري. عندي سنس. لما بيكلمها وهي في شغلها بيتكلم 3-4 مرات في 5 دقايق. خلاصة الكلام بقى النهاردة، مش برنسيسة الجمالات، يا برنس الليالي. الراجل الخفيف والرخاي زيادة عن اللزوم واللي ما عندوش سنس، ده عمره ما هيكون محط اعجاب لاي حد خالص. يعني هو عمر ما الست هتنجذب لك الا لو الست اللي زيك بقى. يعني وانا شايفه برضو حتى الست اللي زيك برضو هيبقى عندها يعني ايه، هتنفر برضو. يعني الراجل مفروض يكون تقيل كده راسي وعلى الهادي يا زبادي، مش خفيف كده وما بيفصلش وقاعد ويتعرف على اي حد كده وما عندوش سنس خالص. لا لا لا، دي مصيبه سودا، مصيبه. دي ظاهره بقى، معرفش، اكيد في ناس وقعوا فيها، دي وقعوا في الحفره العميقه دي. فخليك هادي يا برنس الليالي وتقيل عشان تعجب بيك، او حتى لو اصدقاء فريندز عاديين ما تنفرش منك. اسمع مني، السلام عليكم.